السلام عليكم ورحمة الله. تنويه: بما أنه ثبت رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1446 هجرية الموافق 28 من فبراير لعام 2025، فسيكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية الموافق الأول من مارس لعام 2025. عاضه الله علينا على صيامه وقيامه ووفقنا على الختام والقبول. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. عناوين الأخبار: الرئيس السياسي يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن. سيمينار المدراء الضواحي والمنتخبون في إقليم جنوب البحر الأحمر. إدارة الإقليم الأوسط تقيم فعاليات الذكرى الخمسين لمجزرة أسمرة وضواحيها. 11 قتيلا على الأقل بانفجارين في اجتماع لحركة M23. أمين عام مجلس الأمن الروسي يصل إلى الصين. كوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية هذا العام. استقبل الرئيس إسياس أفورقي أمس 27 من فبراير في قاعة دندن مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السيد بانكولي أدوي. وصل المفوض بانكولي إلى أسمرة لبحث قضايا السلام والأمن في أفريقيا والتطورات الإقليمية في القرن الإفريقي. وقال الرئيس السياسي خلال اللقاء الذي استمر لساعتين أن قوى مختلفة تتدخل في القارة لترسم أفريقيا صورة للحرب الأهلية وإدارة الأزمات، ولم يتخذ الاتحاد الإفريقي أي خطوات مهمة لتصحيح هذا الأمر. وقال أن الأمر الأساسي ليس إدارة الحرب أو الأزمات، بل العمل على منعها قبل حدوثها. وذكر أن الاتحاد الإفريقي لم يتمكن من تلبية توقعات وتطلعات الأفارقة بسبب هيكله الضعيف وتدخلات الخارجية، ونتيجة لذلك وصل إلى نقطة لا يستطيع فيها أن يقول لا للأجندة المعقدة للدول الغربية التي تقوم بها لتحقيق مصالحها. وقال أن إريتريا تمنح الأولوية لمنطقة القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر والخليج، وإن خطط التنمية ترتكز على ضمان السلام والأمن في المنطقة. ولحل قضية السودان لدى إريتريا موقفا ثابت بأن يكون السودانيون أصحاب أجندتهم، غير أن قوة خارجية تعمل على تعقيد القضية مرة أخرى لمنع استقرار المنطقة. وفيما يتعلق بقضية الصومال، قرر الرئيس السياسي أن إريتريا تريد صومالا قويا يكون لها صومال قوي له مكانته في المنطقة، وتعمل على تحقيق ذلك وتقوم بدور لوجود جيش وطني صومالي وبناء المؤسسات الوطنية. وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لوكالة الأنباء الإريترية إيران أنه اكتسب رؤية متعمقة من محادثاته المكثفة مع الرئيس السياسي حول منطقة القرن الإفريقي بشكل عام والصومال والسودان بشكل خاص. حضر اللقاء وزير الخارجية السيد عثمان صالح عن الجانب الإريتري. نظمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا لمدراء إدارات الضواحي المنتخبون لمساعدتهم في عملهم. شارك في السيمينار المنظم يومي 25 و26 من فبراير 60 إداريا من 30 إدارة ضاحية. ركز السيمينار على دور ومساهمة الإداريين في إدارة واستغلال مؤسسات الخدمات الاجتماعية وإنجاح برامج التنمية والتحصيل الضريبي على المواشي والسجل المدني والتعامل مع الوثائق وحفظها وغيرها من القضايا. ودعا حاكم الإقليم السفير محمد سعيد مانتاي الإداريين المنتخبين على إصرار الجدية في تنفيذ البرامج والمواطنين لدعمهم. وأكد الإداريون على أن المحاضرة المقدمة سيكون لها دور كبيرا في إنجاح عملهم. ذكرت إدارة الإقليم الأوسط في تقييم فعاليات الذكرى الخمسين لمجزرة أسمرة وضواحيها في 27 من فبراير أن الذكرى خلدت الذكريات التاريخية لدى الشعب الإريتري.
وأشار مدير عام الإدارة والمالية السيد تكي قالت أن الهدف من البرنامج إحياء الذكرى هو إبراز التضحيات التي قدمت في سبيل الحرية وتوعية الأجيال بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية ضد شعبنا الأعزل. وأوصى كذلك بأن تقرر إدارة إقليم الأوسط إحياء يوم 15 من فبراير باعتباره اليوم السنوي لإحياء ذكرى المجزرة والمذابح في أسمرة وضواحيها. وقدمت اللجان المشاركة في تنظيم الفعاليات تقارير مفصلة عن الترتيبات الإدارية والثقافية والفنية والمعرض والمسيرة الشعبية واتحاد أصحاب الأجرة والطلاب والتغطية الإخبارية وغيرها من الأنشطة التي تم تنفيذها لإنجاح الحدث. وتم تقديم شهادات للمساهمين على مستوى الشركات والأفراد. وشكر حاكم الإقليم الأوسط السيد فساهي هيلة أولئك الذين أداروا هذا الحدث التاريخي، مذكرا بأن الاستعدادات للذكرى 50 لمجزرة أسمر وضواحيها لها أهمية كبيرة ويجب أن تقام على نطاق واسع كل عام. نظمت شرطة المرور وفرع النقل البري بإقليم شمال البحر الأحمر لقاء تثقيفيا لأصحاب الشاحنات بمصوع يوم 27 من فبراير الجاري للحد من الحوادث وما يترتب عليها من خسائر. وأوضح قائد شرطة المرور الرائد ملاكي جبر مريم أن 240 حادثا وقع العام الماضي على مستوى الإقليم بسبب عدم كفاءة المركبات والسائقين ومخالفة القوانين المرورية، التي أسفرت عن 19 حالة وفاة و192 إصابة خطيرة وطفيفة وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات بلغت قيمتها نحو 5 ملايين نغفة. وذكر الرائد ملاكي أنه في العام 2024 تم اتهام حوالي 4000 مركبة بمخالفة مرورية وغرامة تزيد عن 600 ألف نغفة. وحث مسؤول فرع النقل البري تادسي جابريل تاتيو سائقي المركبات بشكل عام وسائقي الشاحنات بشكل خاص على اتباع قوانين وإرشادات المرور لأنها تنقذهم من الخسائر في الأرواح والممتلكات. واقترح المشاركون إصلاح البنى التحتية لوسائل النقل بشكل فوري لأنها تتسبب في وقوع الحوادث، والتأكد من توفر قطع الغيار وإزالة الأشجار التي تعيق الرؤية وتركيب إشارات إرشادية ومراقبة المركبات ذات الأضواء الساطعة. أقيم أسبوع الطلاب الرياضي والثقافي والصحي في مديريتي حلحل وعلا برعد في إقليم عنسبة. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مديرية حلحل الأستاذ محمود أبو بكر أن الهدف الرئيسي من الأسبوع المنظم في الفترة من 22 إلى 25 من فبراير هو تنشئة الشباب الأكفاء الذين ورثوا ثقافة وقيم مجتمعهم وتم بناؤهم من خلال الرياضة. وأشار إلى أن الأسبوع تضمن مسابقات في كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى ومسابقات ثقافية، لافتا إلى أن أكثر من 2500 طالب شاركوا في البرنامج. وقال مدير المديرية السيد قرماسين أبرهان أن الرياضة هي إحدى الركائز العملية للعملية التعليمية. في غضون ذلك أقيم أسبوع طلاب في مديرية علا برعد في الفترة من 21 إلى 23 من فبراير في مدينة إيدن بمشاركة 450 طالبا و74 من أولياء الأمور. ودعا مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ سلومون النقوسي إلى زيادة دور الإدارات لأنه لن يكون فاعلا إجراء الأنشطة فقط بقدرات المدرسة سنويا. وذكر مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ يوهانس مبراتو أن الروح التنافسية العالية ستستمر في المستقبل. وفي الختام أشار مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكيل إلى أهمية الأسبوع والمسابقات التي أقيمت فيه وحث الشركاء على تقديم المساعدات للمدارس. تم إنشاء مركز صحي يخدم قرى كوازين وعديرقيت وعدناقودا في مديرية سرجقة بالإقليم الأوسط بتكلفة تزيد عن 2.5 مليون نغفة. وأفاد مدير العمل السيد ملاس إمباي أن المركز الصحي الذي تبنته إدارة الإقليم الأوسط سيشمل غرفا للمعاينة والمرافق وخزانات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مستلزمات أخرى ترتبط بالمركز الصحي وغيرها من البنى التحتية. وأدلى مدراء الضواحي والقرى المذكورة أنه تم تقديم الدعم بالقوة البشرية العاملة بشكل منظم لإنجاز العمل. وأكد الأهالي أنهم سيساهمون بما يطلب من عمله من أجل الاستراع في بناء المركز الصحي لتجنب والتحرر من المشاكل التي تواجههم في تلقي الخدمات الصحية والاستفادة منها.
وأشاد مدير مديرية سرجاغا سيد كفلاي ماريام قبل مثقل بمشاركة السكان النشطة بذكر مساهمة المركز في المحافظة على الصحة العامة للمواطنين في المنطقة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب نحو 60 آخرين في انفجارين في ختام اجتماع لحركة M23 المسلحة في مدينة بوكوفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما أفاد مصدر طبي. ووصف الرئيس فيليكس الانفجارين بأنهما عمل إرهابي شنيع. أثار الانفجار الأول حالة من الذعر بين الحضور ما دفعهم إلى الفرار قبل أن يقع انفجار ثاني. وباكوفو هي واحدة من مدينتين رئيسيتين في المنطقة سيطر عليها في الأسابيع الأخيرة مقاتلو حركة M23 المناهضة للحكومة، والذين يقول خبراء الأمم المتحدة أنهم مدعومون من الجيش الرواندي. وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شوغي إلى بكين لحيث يلتقي مسؤولون صينيون وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية. وأجرى سيرجي وشوغي أمين عام مجلس الأمن الروسي محادثات في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يو. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن شوغي وزير الدفاع الروسي السابق قوله أنه موجود في الصين نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين. وأشار إلى مدى التوافق بين موسكو وبكين عندما يتعلق الأمر بمختلف القضايا الدولية. وتأتي زيارة وزير الدفاع الروسي السابق بعد اجتماع بين شي جي بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أشاد خلالها الرئيس الصيني بالجهود الإيجابية التي تبذلها موسكو لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، وذلك بعد أيام من تعهدها بالرد على ما وصفته بتصعيد الأعمال العدائية التي تقودها الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الحكم. وأشرف الزعيم كيم جون أون على التجارب الصاروخية قبالة الساحل الغربي للبلاد وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية. وتعد هذه الرابعة تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ هذا العام، وهي الثانية منذ بداية ولاية ترامب الثانية. وأشار المصدر إلى أن التجربة كانت تهدف إلى إيصال رسالة للأعداء الذين ينتهكون أجواء بيونغ يانغ الأمنية بشكل خطير ويعززون بيئات المواجهة، موضحة أن الجيش الكوري الشمالي قادر على شن هجمات مضادة وجاهز للعمليات النووية. وقد أعرب كيم عن ارتياحه لنتائج التدريبات، حيث دعا الجيش ليكون على استعداد تام لاستخدام أسلحته النووية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي والهند اتفقا على إبرام اتفاق تجارة حرة معلق مزامر طويل العام الجاري، وأن الطرفان سيعززان علاقاتهم في مجال التجارة والتكنولوجيا والاتصالات والدفاع. وقالت فون دير لاين في خطاب لمركز بحثي في نيودلهي: حان الوقت أن نكون عمليين وطموحين ونعيد ترتيب أولوياتنا وفقا للواقع الحاضر. وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين ويرافقها قادة بارزون من دول الاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة فون دير لاين برفقة قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت يتصاعد فيه التوتر الجيوسياسي، حيث من المقرر أن تحدد بروكسل ونيودلهي المجالات الرئيسية للتعاون الوثيق كجزء من شراكتهما الاستراتيجية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس السياسي يستقبل مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن. سيمينار لمدراء الضواحي والمنتخبون في إقليم جنوب البحر الأحمر. إدارة الإقليم الأوسط تقيم فعاليات الذكرى 50 لمجزرة أسمرة وضواحيها. إحدى 11 قتيلا على الأقل بانفجارين في اجتماع لحركة M23 بالكونغو الديمقراطية. أمين عام مجلس الأمن الروسي يصل إلى الصين.
كوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية هذا العام. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.